جيب طول عمرها بالنسبه لنا هي العربيه الاوف رودنج ال 4 باي 4، العربيه اللي كانت صورها في حرب 73. جيب يعني اس يو في. فيات لما اشترت كرايزلر قررت انها هتنقل لها واحده واحده كده الجينات الايطاليه الاصيله، وخرجوا لنا العربيه الجيب رينيجيد على نفس قاعده بناء الفيات ال 500 اكس. رينيجيد معموله عشان تخرج جيب من الوحل وتبدا واحده واحده توجد فئات جديده للمنافسه جوه جيب، يعني بدل ما هي بتلعب على فئه واحده بس من العملاء توجد حاجات جديده. وبما ان الكروس اوفر هو الاتجاه الاكثر نموا في العربيات بقاله فتره كبيره، فهم قرروا يدوا العيش لخبازه، وفيات هي اللي خرجت لنا العربيه اللي قدامنا دي. جيب رينيجيد الخليجي اثناء تصوير هذا الفيديو ب 470,000 والوكيل ب 490,000. الفرق بينهم حاجتين، فرش جلد وايرباجات. الفرش الجلد زياده في الوكيل، والخليجي فيها 10 ايرباج بدل 6 بس في الوكيل. اول حاجه هتشد انتباهك في الرينيجيد هي العلامه الايقونيه للجيب والمحاولات المستميته لاثبات انها لسه جيب. يعني هتلاقي الكلمه محفوره على الفانوس الخلفي، والراجل اللي بيطلع الجبل على الازاز من ورا، والشكل المربعي المعتاد من اي جيب. التصميم الخارجي مش مختلف كتير عن اي جيب معتاده، لسه الشبكة الأيقونية والفوانيس الأمامية الدائرية، التصميم المكعبي، الفوانيس الخلفية المربعة، حتى ارتفاع السيارة ملحوظ عن الأرض. مفيش بس غير الجنوط ال17 بنسبة تكاد تكون كاملة. العربية لسه جيب من الخارج، ولكن هل الصالون لسه محتفظ بأصله الخشن؟ الحقيقة الإيطالية طاغية جدا في كل ركن من أركان الكابينة، بالرغم من المحاولات اللي لسه مستميتة لإثبات إنها جيب، من أول مقبض التابلو وتصميم السماعات، مقبض الأبواب، وكلمة جيب اللي عينك هتقع عليها كتير قوي طول ما أنت سايق بطريقة تكاد تكون أوفر. يعني تصميم الطارة طبعا المعتاد بتاع فيات، يمكن الاختلاف شوية في التابلو، ولكن الأزرار لسه إيطالية. مساحات التخزين قدام رائعة، والخامات المستخدمة جيدة جدا أو رديئة جدا، وملمسها محبب لليد وتقفيلها ممتاز. مساحة الرأس جيدة بسبب التصميم الصندوقي للعربية، والكراسي تصميمها كويس هيوفر لك الراحة والدعم الكامل أثناء القيادة. مساحة الشنطة الخلفية مقبولة 351 لتر، ومميزة بإن مفيش شفة تحميل خالص، وده يخلي دخول وخروج الشنط سهل جدا مهما كانت أوزانها. بجانب لفتة جميلة وهو إن حتى الاستبن جنط، وجاية بعدة جميلة جدا هتغنيك إن أنت تشتري أي حاجة من بره. كمان مخارج الكهرباء موجودة في جميع الأماكن في العربية، قدام والكنبة اللي ورا، حتى الشنطة فيها مخرج كهرباء 12 فولت. زاوية فتح الأبواب ممتازة، زاوية الدخول قد تكون مزعجة للبعض. المساحات الخلفية كويسة جدا، مساحات التخزين ممتازة، مساحة الركبة مقبولة جدا، مع اني مظبط الكرسي اللي قدام عليا وانا كمان مش صغير ان انا اقعد ورا. مساحة الرأس اكتر من ممتازة بسبب الشكل المكعبي للعربية. نفق الفتيس يكاد يكون مش موجود، والكنبة هتشيل 3 مراهقين مرتاح جدا، او ممكن 2 ضخام، لان المساحة الجانبية مش افضل حاجة. مش كاميرا. جيب رينيجيد شغاله بموتور 4 سلندر 1400 تربو، بيخرج 140 حصان مع 170 نيوتن متر. افضل حاجه ان العزم دوت بيطلع عند 2500 لفه في الدقيقه بس. الفتيس ديول كلاتش 6 سرعات، التسارع بتاعه انا شايفه ممتاز. موتور التسارع بتاعه جميل، ولاج التربو مش موجود. يمكن اكتر حاجه ممكن اخدها على العربيه ديت هو ان الفتيس متردد، مش عارف هو هيعمل ايه بالظبط، مش قادر يفهمك قوي، يجي يمين ولا شمال، انت عاوز تجري ولا عاوز اقتصاديه ولا عاوز ايه. دي تالت مره هقول نفس الكلام، ربنا يخلينا الكاميرات يا رب والمايكات اللي بتعلق. اما عن التوجيه، الدريكسيون للاسف مش هيديك الفيدباك اللي انت مستنيه. العربيه ديت مش هي اللي انت تاخدها نتش كده من مكان للتاني بسرعه، وده راجع جدا للشكل المكعبي للعربيه دي. اكبر دليل على كلامي انها في اختبار الموس تيست اخذت الابروف على 71 كيلو متر بس، ده رقم قليل جدا، ده اقل من الكيا سبورتج. العفشه، انا بصراحه قبل ما اجرب العربيه قلت اكيد العفشه ديت رقصت على السلم، بس في الحقيقه لا. العفشه بتميل بقدر كبير جدا للراحه وامتصاص الصدمات بقدر الامكان، وانها مش هتحسسك بالنقر والمطبات اللي في الطريق، يعني على قد ما تقدر. وده لا يعني ان العربيه ما تقدرش تخش كده الرمل على خفيف، يعني البحر، الحته كده في وادي الريان، الكلام ده لا، تقدر عادي جدا. وخصوصا الدفع الرباعي منها، المكنه ال 170 حصان اللي هي مش متوفره معايا حاليا، وكان نفسي اجربها بصراحه. وفي نسخه كده بقى فظيعه يعني اللي هي تريل هوك، دي كلام تاني خالص بقى.
عزل الصوت الخارجي. عزل الصوت الخارجي تمام، وعزل الحراره كويس جدا، اما عن عزل صوت الرياح على السرعات فده وحش جدا، وده راجع للشكل المكعبي برضو للعربيه. وكانت يعني انا من رايي ان اغبى خطوه شركه فيات عملتها وهي بتعمل العربيه ديت انها قفشت قوي في كلمه الشكل المكعبي للعربيه، الديزاين المعروف او الايقوني لشركه جيب عموما. يعني العربيه اخذت 5 نجوم في اختبار اليورو نكاب، والعربيه الخليجي اللي انا بختبرها دلوقتي بتنزل ب 10 اير باجز، الوكيل بتنزل ب 6 اير باجز بس، وفي الحالتين العربيه امانها متالق جدا، وبتيجي بحفنه كبيره جدا بقى بي اس بقى واي بي دي فيات اصلا او العربيات الاوروبي عموما ما تدورش عليها في حته الامان، لان هم يعني متشددين جدا في الموضوع ده. غير عندنا العربيه بتنزل من غير اير باج اصلا، يعني الكلام ده مش موجود عندهم خالص. طيب يعني ايه جيب؟ جيب يعني امان ومتعه وتجربه قياده متفرده. طيب جيب مش هتنفعني امتى بقى يا ابو المواتير؟ جيب مش هتنفعك لو انت اهم حاجه عندك المساحات الداخليه والمساحات الخلفيه، مش متالقه قوي في الموضوع ده، والخيارات اللي معاها في الفئه السعريه ديت يعني ونفس التصنيف هيوفروا لك حاجات احسن كتير في حوار المساحات الداخليه ده ومساحه الشنطه. من ضمن الحاجات بقى اللي مضايقاني في العربيه عموما، هو عموما الطليان اساسا لما بيعملوا عربيه بيعملوا كده تاتشات متخلفه ما تفهمش ليه. يعني عربيه مثلا زي الفيات تيبو فيها اوبشنز عاليه جدا مش عارف ايه، بس المرايات مش ضم مثلا. المهم الجيب اللي انا فيها ديت مثلا الخامات اللي فيها حتت خامات كويسه جدا جدا، يعني بريميوم فعلا، وحتت بلاستيك متنيل ب 60 نيله. العربيه ابعادها غريبه، والزجاج الخلفي مش موري لك اي حاجه، والعربيه ما فيهاش كاميرا خلفيه، فهي حاجات برضو غبيه انا مش عارف ازاي بتروح عليهم الحاجات دي. الرؤيه جميله وبتنزل ببانوراما سان روف. لا العربيه فيها اوبشنز مدلعاك، يعني ما تخافش في الحوار ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اعمل لايك كومنت وشير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، واعمل سبسكرايب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد، ولايك البيج بتاعتنا على الفيسبوك عشان يوصلك اخر الاخبار. انا طارق عبد الله من المواتير بالعربي، البروفايل بتاعت الديسكربشن، اعمل فولو. سلام.